ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة. انا معاكم لولو من قناة لولو لايف ستايل، والنهاردة جاية هتكلم في سلسلة بيتي جنتي، ورجعت لكم بعد اجازة طويلة شويتين بس استمتعت فيها الحمد لله. اي نعم، جيت خدت دور برد كده صغير في الاخر، بس الحمد لله على كل حال. والنهاردة جاية طبعا جيت بقى راجعة للبيت، تنظيف الكلام ده كله، فقلت اوريكم انا ايه الحاجة اللي انا بقى اعملها. فكرة كده بوكس بحط فيه الحاجات بتاعة التنظيف، بيساعدني كتير جدا، بيخليني انجز، ما اقعدش بقى اروح جايه كل شوية اجيب حاجة اعمل حاجة. حلو جدا. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن درج تلاجة. دي كانت تلاجة عند مامتي، وهي كانت خلاص باظت يعني وكانت هترميها. فانا خدت منها الدرج ده، حطيت عليه اللي هو الحاجات اللون اللي انتوا شايفينها دي كده. عبارة عن رول بتجيبيه وبتلزقيه كده، بس هو للأسف أنا لما اشتريته كان في أرضية ليه بيضة كده بتتشال، لازقة كده بتتشال، فأنا كنت فاكراه إن هو هيبقى ألوانه باينة زي ما هي باينة على الأبيض، فطبعا لما حطيته بقى بالمنظر ده. يعني هو فاتح شوية أهو. ده بيتحط تقريبا على الازاز، يعني اللي انا فهمته ان هو المفروض يتحط على الازاز. ايا كان، انا ده الشكل اللي انا عملته بيه، وحطيت فيه حاجات التنظيف بتاعتي. نبدأ كده حاجة حاجة. ده اللي بلمع بيه الازاز والحاجات، اي حاجة ازاز، وبعمل بيه نجف. وده اللي هو اللي هو البليتش بتاع الخشب. وده البليتش بتاع اللي هو الكمبيوتر والحاجات اللي هي الالكترونيات، والتلفزيونات واللابتوبس والكلام ده كله. وده البليدج اللي هو المعطر، ولو اني انا ما بستخدمش البليدج دلوقتي. طبعا اتعلمت حاجات تعطير كتير جدا، بس يعني ساعات من وقت للتاني كده بحطه في اوضه النوم، ارش كده الرشه. لاني خلاص اوريدي بقيت معطره الدنيا بحاجات تانية كتير، فدي تقريبا بقالها عندي مدة كبيرة جدا، اكتر من سنة. انا لدرجة ان انا زهقت وعايزة ارميها، بس بقول حرام يعني. بحاول استخدمها من فترة للتانية. وطبعا الريشة الجميلة دي، كنت في الاول بفتكر ان هي ملهاش لازمة، بس لا، كويسة، بتشيل لي تراب كتير. وده معايا اللي هو الديتول، بحط منه شوية ساعات في المياه اللي بمسح بيها المكان. وساعات ببقى في حاجات معينة عايزة اعمله بيها، فبخليه معايا. وفي هنا ايه تاني؟ في طبعا المقشة اللي هي دي، بعمل بيها الشباك، وبعمل بيها لو في تراب حاجة هلمها في الجروف ممكن المها بيها. كويسة قوي في تنظيف الشبابيك، حلوة جدا جدا جدا. عايزة مرة اعمل لكم ازاي بنضف الشباك بتاعي. طبعا الجروف، اللمامة على شكل اللي هي ذبابة الفاكهة دي تقريبا يعني. وايه تاني اللي جوه ده بقى؟ عبارة عن ايه؟ اللي جوه ده علبة اللبن بتاعت ابني، انا غلفتها و حطيتها، حاطه فيها الفوط اللي انا بنضف بيها. لازم الفوط دي يا بنات تتغلي وتتنضف كويس جدا جدا. في مره هبقى اوريكم الفوط عندي عامه بشكل عام، لان انا كل حاجه عامله لها فوط معينه. واللي جوه ده كيس فاضي. الكيس الفاضي ده بعمل فيه ايه؟ بلم فيه كل الزباله اللي بتبقى، يعني انا اسفه في الكلمه، الزباله اللي بتبقى موجوده في الاوضه. وكمان بلم فيه لو في زبالة بقى في الباسكت ذات نفسها، بلمها واحطها فيه عشان افضل سايبه الباسكت بتاع الاوضه نظيف. طبعا لو الباسكت بتاعه الكيس بتاعه عايز يتغير، بروح لما الكيس واحطها في الكيس ده. بس ده كل الحاجات اللي انا بحطها فيه. ودي كانت فكرة النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب. بحبكم في الله، السلام عليكم.